رغم أن البطولة تقام على الأراضي المغربية، ورغم أن الجماهير حضرت بقوة، ورغم أن المنتخب المغربي النسوي قدم مباراة رائعة ضد الكونغو الديمقراطية، إلا أن الإعلام الجزائري قرر أن يختفي اسم المغرب تماماً من تغطيته. في النشرات الأخبار، في التحاليل، وحتى في العناوين لم يذكر البلد المنظم، وكأن البطولة تلعب في كوكب آخر. أما السبب فيبدو أنه الخوف المتزايد من تفوق الكرة المغربية، فوز تلو الآخر، تألق متكرر في كل الفئات. ومين مراد بالمغرب؟ ما تجوش تعبوا كرة المغرب، نعاودها نقولها. ما يا خويا ما نكره المغرب، انا ما نلعبش فيه. نكره المغرب ما نمشيلوش، ننسحب. راكم غير تشوهوا في روحكم وتشوهوا فينا معاكم. اروح اسيدي ما نشاركش انا في المغرب. علاش وصلت لهذا الحد ديال الانحطاط؟ راه المغرب عيا ما يصبر. درك المغرب راه حتى لهنا عيا ما سوا تروح كارت دو فينال. سي ديجا كارت فينال. حبيت تقول ان شاء الله كارت فينال ولا فينال بوركوا لا كارت فينال. بعد كاين دومي فينال. حبيت تقول كاري كيف كاري ولا فينال صافي دير. ولا ما تنجم تروح كارت فينال، تنجم تروح دومي فينال ولا فينال. بين هاد الحوايج جو بونس هنا دوزيام تور نو ويتيام فينال لا. دوزيام تور انا ليا نو باسكو سي تاني شك. يشك علاه يشك باسكو عندك لاعبين يلعبوا كاع في لي كلوب في المستوى وقدام، بعد ما تنجمش تروح ميم با لاخر صافي. هنا يفو بيان ريفليشير. ولو سيرتان جوار لما يلعبوا في سيرتان كلوب ils vont se retrouver en équipe nationale contre des nations africaines. C'est pas le même jeu هذاك تاع هذوك لي كلوب. صح. سي دي جوار في مستوى وسي دي جوار دور. راح تكون من بين احسن المنافسات الافريقيه او الكؤوس الافريقيه. متابعينا الكرام، نقول لكم يعني واحد المشهد كنقولوا بطبيعه الحال. دابا بيني وبينك السي رشيد، يعني ها انت دخلنا عليك بالله دابا الكار ديال الجيري ديال النساء اللي مشاركين في الكان. ها العلم الجزائري كيتسارى وسط كازا نورمال تحت حراسه امنيه. خلاو البروتوكول والبوليس الامني ومشاو وسمعني الدراجين. اول مره تنشوف انايا طاقم طبي يعني كيتباع، يعني هذا الفريق طاقم طبي ديال الدوله هذا يعني مجهز، سياره مجهزه باحدث الوسائل يعني الطبيه واللوجستيكيه تم توفيرها يعني هذا الفريق الشقيق وسط كازا عادي جدا من اجل يعني ضمان السلامه والحمايه ديالهم الى احدى القاعات الرياضيه من تحت الطلب اللي طلبوها يعني الفريق انهم باش يجيو يديروا فيها التسخينات ديالهم المتدربين. قاعه رياضيه وسط كازا وسط الدار البيضاء. فاليوم ها انتم كتشوفوا يعني كرم الصورة لنا والتعليق لكم. ما كاين لا حساسية في الدرابو ولا ما كاين حتى حاجة. داك الشيء الجزائري يحاول إخفاء اسم المغرب بطريقة غبية. المغرب يؤدب الجزائر بعد إخفاء شعار المغرب من لوغو كأس إفريقيا واغنيه جيلان ترند وما نعرف هادو ما زعما اليوتيوبر. معليش نقول بصح كي تولي للصحافه هنايا راهي كارثه. راني جايهم هذه راه 024 فضيحه رياضيه جديده. الاتحاد الجزائري راني جاي نرد عليكم. الاتحاد الجزائري يعني الاتحاد الجزائري هنا يقصوا وليد صادي. دوك نجي لكم نشوفوا اسك صادي يأمر ولا لا. ريح معايا مليح. سورتو هذه الصفحه هذه ريحي معايا مليح. قال لك الاتحاد الجزائري يجبر مدربه على اخفاء اسم المغرب من شارة كأس إفريقيا للسيدات. وزعما دايرين تصويره هنا في خطوة وصفت بالعداء. كشفت مصادر إعلامية موثوقة عن إصدار الاتحاد يعني من المغرب جاتهم مصادر من الاتحادية. دوك نعطيك أنا مصادر ماشي من الاتحادية، نعطيك مصادر من المغرب. هاي قولوها. قال لك إصدار يعني جاتهم من مصادر موثوقة عن إصدار الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعليمات مباشرة لمدرب المنتخب الوطني للسيدات تلزمه بتعديل طريقة حمله لشارة الاعتماد الخاصة بكأس إفريقيا للسيدات التي يحتضنها المغرب تحت إشراف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كاف. وحسب ذات المصادر يا ودي واحد الكذب، فإن المدرب الجزائري قام بتقصير الحبل المخصص لتعليق شارة الاعتماد بهدف إخفاء اسم ماروكو. هاو كي تلعبوا معانا نتوما بار اكزومبل، كي تلعبوا معانا وتجوا يا اخي جيتوا تاعو 17 سنه، هل اخفينا الاعلام المغربيه؟
اسم مروك بالك نقولوا خريطه، لو كان جات خريطه وكذا وغطاوها نقولوا معليش. ها اسم ماروكو يا تمهبل بينا راك تجياح. روح قال لك المكتوب بشكل رسمي على بطاقة المشاركة، وهو ما يعد محاولة واضحة لإزالة الإشارة إلى البلد المنظم من شارة الرسمية. زعما داير لك هنايا زعما هذوك مكرفصهم من هنا هذوك. قال لك هذا التصرف الذي وصفه متابعوه بالصغير شكلا والخطير مضمونا، والخطير شي يكبره، أثار موجة من السخط داخل الأوساط الرياضية الإفريقية، خاصة في ظل تكرار مثل هذه التصرفات من الجانب الجزائري في مناسبات سابقة. كان آخر حذف اسم المغرب من خريطة البطولة عن منصات رسمية للاتحاد. يصبر غادي درك غادي يشعل معاكم ديريكت، لانه الصبر له حدود. وليتو كوريا الشماليه خويا قعدوا راسكم. راه ما فهمتش انا كوريا وما يديروش هادشي راكم ديروا. راه المغرب اصبر والله الا تعمرت له حتى لهنا الشكوار. راه ما غاديش يعقل عليكم، اقسم لك بالله الا يجف بنا الارض. لانه الانسان اللي يكون ساكت وما على بالوش وباغي يفوت وباغي يقول غادي يترقعوا ونهار اللي غادي تعمر له شكواره صافي راه ينوض عليك يجبد بك الحصيره كامل يشطب بك الارض. هاو تصاوره ما عميشو عيب وسطو المستوى منحط. صافي زيكو شوفوا لي هاد التصويره عاود ديال من ديال ولد والده ولتحت فين ديال المغرب الافتتاح والفوق الافتتاح ديال المحليين الفوق فرحوا صحافات زيكو يضحكوا لانه هذاك جا ضرب فيها فلوس صحيحه وراكم عارفين سب المغرب ودار كلشي وضرب فلوس صحيحه وما كانوا فرحانين. رغم أن البطولة تقام على الأراضي المغربية، ورغم أن الجماهير حضرت بقوة، ورغم أن المنتخب المغربي النسوي قدم مباراة رائعة ضد الكونغو الديمقراطية، إلا أن الإعلام الجزائري قرر أن يختفي اسم المغرب تماماً من تغطيته. في النشرات الأخبار، في التحاليل، وحتى في العناوين لم يذكر البلد المنظم، وكأن البطولة تلعب في كوكب آخر. أما السبب فيبدو أنه الخوف المتزايد من تفوق الكرة المغربية، فوز تلو الآخر، تألق متكرر في كل الفئات، والمنتخب المغربي النسوي ليس استثناءً. انتصار قوي على الكونغو الديمقراطية، أداء جماعي مميز، وإشارة واضحة: المغرب يسيطر والجزائر تختبئ خلف الشاشات. ما الذي يحدث داخل كواليس الإعلام الجزائري؟ هل أصبح اسم المغرب يشكل رعباً حتى في البطولات النسوية؟ أسئلة كثيرة، ولكن الأكيد أن اسم المغرب يعلو حتى إن حاول البعض إسقاطه.